عليكم بسم الله السلام. وكفى، صلى الله على نبينا المصطفى. تفضل استاذ وعد، ايش سؤالك؟ علي قسيم، حياك الله اخونا حمد رحمه الله عليه. علي قسيم الجنه ودار او لا؟ والله يا استاذ وعد، بحرب صفين اذا كان علي مع القران والقران مع علي، لماذا سيدنا معاويه رفع القران في وجه علي؟ تفضل جاوبني حتى اجاوبك. مثل ما الخوارج رفعوا القرآن بوجه علي، فمعاوية كالخوارج اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية، فمعاوية مرق من الدين كما مرق الخوارج، ذولاك رفعوا القرآن ومعاوية رفع القرآن. اذا بطل ان علي مع القران. اول شيء هذا حديث مكذوب، لان سيدنا معاويه اثبت لنا انه هذا الحديث كذب، وعلي رضخ الى الصلح بعد ان رفع سيدنا معاويه القران. اتفضل، هاي اول شغله سقطنا لك اياه. ليش؟ ايش في عندك جديد؟ لحظه، هو القرآن عندما انسان يرفع القرآن ويحتج بالقرآن الكريم، يعني انا الان رفعت القرآن واحتججت عليكم بالقرآن الكريم الان، هذا القرآن، هل معناه انه انا احمل كل القرآن والسنة على خطأ؟ يلا بجاوبك. بالنسبه للقران، عندما رفعه سيدنا معاويه اراد ان يقول لعلي: لماذا تهاجم الناس وتقتل الناس بالشام وانت لم تستطيع ان تاخذ القصاص من قتله عثمان؟ ارجعوا الى ايه القصاص. لذلك علي لا، وعلي خلعوه وعاد الى الكوفه مخلوعا مهزوما. تفضل. يعني علي لا يعرف القرآن. تفضل سيدنا، هو يقول لك انه طيب معاوية انتقي الألفاظ حينما تتكلم عن اسمع انتقي ألفاظك وكن مؤدبا مع أمير المؤمنين تاج راسك وتاج راس معاوية، بل نعال قنبر تاج راسك وراس معاوية. انتقي ألفاظك وخليك مؤدب، واضح؟ مرة الثانية لا تتكلم مثل هذا الكلام، علي مخذول، علي كذا، لا، هذه ألفاظ إمامك ابن تيمية لا تذكرها هنا، مو مكان لذكر هذا. هنا المكان حوار بأدب وحوار بعلم، واضح؟ طيب الآن أنت تتكلم تقول معاوية رفع القرآن لأنه معاوية مع القرآن. طيب معاوية ما كان يقرأ وإن طائفتان من المؤمنين؟ ما كان يقرأها لو ما يقرأها، ها؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى وهو يعرف إنه هو الفئة الباغية وقيل له إن عمار قتل، قال ثم ماذا؟ في مسند أحمد بسند صحيح، قال له عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقتله الفئة الباغية. قال: أفنحن قتلناه؟ إنما قتله الذي أخرجه. يقول علي بن أبي طالب هو الذي قتل عمار، أنت ماذا تقول؟ ها؟ يا أستاذ ميسم، أول شيء أنا ما عبسي، أنا عم بقرأ مثل ما كتب. لا، تقرأ منين؟ ما قرأت، أنت قلت هذا من لسانك، قلت إنه مخذولا، هذا كلام ابن تيمية، لا تكرر هنا، لا تكرر هنا، أرجوك لا تكرر هذا الكلام. يا أستاذ معاوية، أنا طبعا أحيي فيك شجاعتك وصراحتك، زين، ونصبك لعلي بن أبي طالب عليه السلام صريح، أنت ما هو ما الناصب درجة أولى سيدي. إيه أنت ما تستخدم التقية، لكن نصبك وبغضك لعلي بن أبي طالب عليه السلام اتكلم عنه بعلم بدون تجاوز، لا تتجاوز على الإمام علي، واضح؟ حتى نكون محترمينك ونستقبلك برحاب الصدر. الآن معاوية هذا الذي يقرأ القرآن واحتج بالقرآن، ما كان يقرأ قول الله تبارك وتعالى في الفئة الباغية؟ ها؟ ويعرف قول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لماذا لم يفيء إلى أمر الله؟ ما هو أمر الله الذي يجب أن يفيء إليه معاوية؟ يلا أجاوبك أستاذ ميسم. تفضل. أولا، كثير من الناس عم يقعوا في مغالطات بالفئة الباغية. قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ألم هم يبغوا ويقتلوا عثمان؟ إذا قتلة عثمان هي الفئة الباغية. هذه الفئة الباغية لنكن نصفها، ألم ينضموا إلى جيش علي؟ لا الآن لحظة معاوية، خلينا نرتب الكلام، خلينا نرتب الموضوع واحدة واحدة.
الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى قتلة عثمان بالفئة الباغية أم سمى قتلة عمار بالفئة الباغية؟ نحن نأخذ بالأثر، من بغى على سيدنا عثمان هم بلشوا بالبغاة، لذلك لا يا أستاذ أنا وياك بالأثر اجتهاد. اسمعني، أنت من المجتهدين أم أنت تتقيد بالسنة؟ السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو وحي، ولو كان قتلة عثمان بغاة لسماهم النبي صلى الله عليه وآله وقال عثمان تقتله الفئة الباغية، لكن ما قال هذا، قال عمار تقتله الفئة الباغية. الآن الفئة الباغية هم قتلة عمار، معاوية عرف إنه هو نفسه قائد الفئة الباغية، والله تبارك وتعالى يخاطب في القرآن يقول حتى تفيء إلى أمر الله. لماذا معاوية لم يفيء إلى أمر الله؟ أولا مع قول سيدنا معاوية رضي الله عنه من أتى بعمار قتله إن كان علي أو جيشه. هذا يعني الذي أتى بعمار هو الذي قتله. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله قتل حمزة لأنه هو الذي أتى به. أولا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتقاتل المسلمين مع بعضهم قياسا. لا لحظة. قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قتال حق ضد قتال باطل؟ نعم، بين مسلمين قتال حق قتال باطل. أحسنت. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخراجه لحمزة حق، وقتل حمزة من قبل الكفار باطل، قتله أهل الباطل، صح؟ نعم صحيح، كفار. الآن لحظة، الآن نفس القضية نطبقها. الآن علي بن أبي طالب عليه السلام في قتاله لمعاوية كان على حق أم كان على باطل؟ كان على باطل يا أستاذ ميسام، لأنه معاوية على الحق. نعم، سيدنا معاوية كان موكل بالقصاص من قتلة. يقول لك انه يعني انا اريد السنه يسمعون اخواني، علي على الباطل والعياذ بالله، ومعاويه على الحق كما سمعتم يا سنه. لا ياتي انسان الان، المفروض الان لحظه، علي اخونا علي مهدي تسمعني؟ ايه انا اسمعك. انت السلام عليكم. اول شيء انت سني صح؟ ايه نعم. يلا الان هذا ربيعك السني قال انه علي على الباطل ومعاوية على الحق، انت شو تقول؟ في اي مسألة بالضبط؟ في قتاله لمعاوية. صفين. وكل واحد منهما عندما تقاتلان كان على الباطل، لا يجوز انه بجان هذا كل واحد على الباطل. لك والله العظيم شله زين